وصدقني اللي بيعيش يكبر بخاطر الناس ربنا مش بيسيبه في ازماته ابدا، ومش بيسيبه الا لما بيكبر بخاطره كمان زي ما جبر بخاطر الناس التانية. لو حد في مره بعت مسج على جروب ومحدش رد عليه، رد عليه انت. لو في وسط قاعده وواحد بيتكلم وحد تاني جه قطعه، رجع كلامه انت واساله كان بيقول ايه. لو في حد قاعد وسط مراته وعياله، قول كلمه حلوه في حقه وكبره وسطهم. لو حد مثلا نزل صوره حتى لو شفتها عاديه، اعمل له كومنت حلو. جيت في مره وسمعت واحد بيقول كلمه انجليش غلط، عديها. حد لو لا قدر الله اتحط في ازمه حتى لو ما كانش قريب منك، اسأل عليه. واحد جاي يحكي لك عن حاجة حتى لو انت شايفها تافهة، اسمعه وركز معاه وحاول تهتم بمشكلته اكتر. اعمل كده بنية ان حب العبادات لربنا سبحانه وتعالى هي جبر الخواطر. شفت الحاجات اللي لسه قايل لك عليها دي من شوية بسيطة كلها، تخيل بقى انت بتعملها وانت في نيتك انك بتجبر بخاطر الناس. شوف ثوابها هيكون قد ايه عند ربنا. وصدقني اللي بيعيش يكبر بخاطر الناس ربنا مش بيسيبه في ازماته ابدا، ومش بيسيبه الا لما بيكبر بخاطره كمان زي ما جبر بخاطر الناس التانية. طب انا هحكي لكم حكايه مش هتصدقوها. دكتور حسام موافي بيحكي وبيقول